هنجيب 3 علب قشطة معلبة، هننزل عليهم بنص كوباية من الحليب المكثف المحلى ونقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنجيب معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، هندوبها في حبة مية صغيرين قوي، هننزل بيهم على الخليط اللي احنا لسه عاملينه ونقلبهم مع بعض كويس لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب نوع البسكوت ده، بيبقى بسكوت بالقهوة وبيبقى السمك بتاعه رفيع وحلو قوي. لو مش متوفر عندكم استخدموا بسكوت عادي، بس بعد ما بترصوه بتسقوه بشوية كده من الحليب علشان يطرى معاكم، انما البسكوت ده مش محتاج ان هو يتسقي خالص. هحط طبقة من البسكوت وطبقة من الخليط اللي احنا عملناه، احط طبقة تاني من البسكوت وطبقة من الخليط لحد ما اخلص الخليط كله. وفي الاخر بقى بزينه بشوية من القهوة سريعة الذوبان، وبدخله بقى التلاجة على الاقل 4 ساعات علشان البسكوت يطرى وكل حاجة تاخد من طعم بعض ويتماسك شوية. وبس كده، وبكل سهولة وبأربع مكونات بس جهزنا أحلى حاجة حلوة بطعم القهوة. مش قادرة أقول لكم بقى الطعم كان عامل إزاي، حاجة كده بتدوب في البق. بصراحة هو هيبقى أحلى بنوع البسكوت اللي أنا استخدمته، بس طبعا لو مش متوفر استخدموا أي نوع بسكوت زي ما قلت لكم. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم. جربوه، أنا واثقة جدا إنكم هتحبوه.